السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاجأ الوافد الجديد للمنتخب الوطني أمير سعيود الصحفيين في المنطقة المختلطة على هامش الحصة التدريبية للخضر بمركز سيدي موسى. فاجأهم بالتصريحات التي أطلقها حول موضوع عدم استدعائه من قبل في وقت جمال بالماضي. وقبل التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن كان منتظراً أن يطرح سؤال أمير سعيد اليوم بخصوص انتظاره حتى وصوله سن 34 ومجيء بيتكوفيتش من أجل الحصول على أول دعوة للخضر. الصحفيون حاولوا جر سعيود لتوجيه سهام الانتقاد لجمال بالماضي من خلال الإصرار على إعادة نفس السؤال بعدة صياغات حول إن كان يرى أنه ظلم في السنوات الماضية. لكن أمير سعيد كان رجلاً بأتم معنى الكلمة، وأظهر الأدب والأخلاق في كلامه ليرفض الإساءة بالماضي أو التشكيك في خياراته. وخاطب الصحفيين: ما الذي تريدون مني قوله؟ المهم أن الدعوة من أجل تمثيل المنتخب قد وصلتني أخيراً، مضيف المكتوب: شاء ألا ألعب للمنتخب الأول طيلة السنوات الماضية، وأشكر المدرب كثيراً على الثقة التي وضعها في شخصي، وسأعمل على إثبات أحقية باللعب مع المنتخب الوطني، وسأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد الجمهور الجزائري. ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.